السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كي دايرين متتبعي الكرام؟ نتمنى ان شاء الله هاد الفيديو يلقاكم بخير وعلى خير، ومرحبا بكم معايا في قناتي بيغلاج افيك خديجة. كيف كتلاحظوا هنا كنرسم واحد وريضة ان شاء الله غنطبقها معكم بالطرز الرباطي بتقنية خطف بتقنية دفع الغرز. اذا بسم الله على بركة الله نبدا معكم الطريقة. الا بقى الوقت ندير لكم هاد الوريقات. ضروري اول حاجه كتحاولوا هاد الربع ديال الورده كتحاولوا تقسموها على النص. علاش؟ لان باش نبداو الورده ديالنا من الوسط ديال الورده. دائما كيف العاده كتدخلوا البرا في داك الفتيحات ديال الحرير باش ما تكونش العقده من التحت. كندخلوا البرا من التحت، ومن الحافه ديال الورده كندخلوها الاولى حتى الحافه ديال الورده من التحت. اما الدقه الثانيه لا كنديروها غير في الوسط. علاش؟ لان المسافه ديال الفوق ماشي هي المسافه ديال التحت، كتكون كبيره على التحت. نتمنى نشرح لكم مزيان. كتجيبوها في الوسط ديال الورده. نتمنى نبسط لكم مزيان. كيف كتلاحظوا هنايا كنحاولوا نجيبوها غير في الوسط، يا اما الوسط يا اما الربع. اما هاد الدقه الثالثه كنجيبوها حتى للحافه. هاد التقنيه كتسمى دفع الغرز. ما عندهاش واحد القياس اولا واحد العدد. شحال كنديروا على حسب الورده ديالنا. كيف كتلاحظوا كنجيبوها بحال اللي كندفن الخيط ديالي، بحال اللي كندفن الحرير ديالي في الورده. يعني الدقه الاولى كتجيبوها من الحافه حتى الحافه، من الفوق الحافه ديال الورده ديال الفوق حتى الحافه ديال التحت. اما الدقه الثانيه والثالثه اولا الرابعه على حسب القياس ديال الورده كندفنوا الحرير في الوسط. يعني نتمنى نبسط لكم. انا كنحاول نعاود الهضره باش نحاول نبسط المبتدئات. اذا نخليكم مع الطريقه ونتمنى نشرح لكم مزيان. كتاب الله للأرواح نور، تنال به السعادة والسرور، إلى درب الهدى والخير يهدي، وللجنات يوصل من يسير. كتاب الله للأرواح نور. تبارك مودع البركات فيه، فليس لفضله أبدا قصور. فمن بركاته عقل سليم، ورأي صائب فكر منير. ورأي صائب فكر منير. فيا من أقبلوا للحفظ بشرى، فإن السعي منكم لا يبور. جنيتم من ثمار الحسن حسنا، وأقبلت العطايا والأجور.
اذا كيف تبعتوا معايا، قربت نكمل هذا الربع. كندفن هاد الدقة ديالي كندفنها في الوردة كيف لاحظتوا لداخل، وعاوتاني كنديروا وحده من الحافة لحافة. نتمنى نشرح لكم مزيان. دابا غادي نطبق معكم الربع الثاني. غنحاول نسرع الفيديو باش ما يجيكمش طويل، ولكن غادي تبان لكم الدقات فين كنديرها. وما تنسوناش من الاشتراك اللي باقي ما اشتركش، وكذلك التعليقات ديالكم محفزة لصراحة كتشجعني ندير دائما الجديد. اذا نخليكم مع الطريقة. اذا هنا قربت نكمل الربع ديال الوردة. كيف تبعتوا معايا نفس التقنية ديال الخدمة في دفن الغرز. غادي نكمل الوردة كلها بنفس الخدمة ونرجع لكم. اذا بعد ما كملت، هذا هو الشكل ديال الوردة، كتجي على هذا الشكل هادي. هنا كنزيد واحد يا اما سلسله يا اما غرزه ديال الماكينه يا اما لاناط، يعني على حسب اللي كتجيكم في الخدمه تطبقوها على هاد الورده هادي. ان شاء الله دابا نخليها لكم في الاي باش ما يجيكمش الفيديو طويل. الا بغيتوها ترجعوا الفيديو السابق، يعني الدرس الاول ديال الطرز الرباطي. راه كاينين 4 طرق، يعني اي طريقه جاتكم سهله وبسيطه في الخدمه ديالها تطبقوها في هاد الورده. نتمنى نبسط لكم مزيان. صراحه هاد الطريقه كتزيدها جماليه للورده، كتزيدها واحد الشكل، صراحه كتزيدها جماليه زوينه، بحال اللي كنفينيو الورده ديالنا من الحاشيه. اذا دابا كنطبق هذا الخطفه، التقنيه ديال الخطفه. هاد التقنيه ديال الخطفه كيبيت لكم راه ما عندهاش واحد القياس. اذا نخليكم مع الطريقه.
اذا بعد ما كملت التقنيه ديال الخطفه، دابا غادي نديرو في الوسط، غنديرو الجوهر. وبطبيعه الحال كيف ما عودتكم دائما في الدروس السابقه ديال التنبات، كترتقوا الجوهر كل وحده كترتقوها بوحدها. اذا هذا هو الشكل ديال الورده ديالنا كيف تبعتوا معايا. نتمنى نكون نوضح لكم مزيان ويكون واضح، واي تساؤل خليه لي في التعليق. مرحبا. وان شاء الله فيديو الجاي ان شاء الله غادي نطبق معكم ورقات بطريقه مختلفه ان شاء الله على الطرق السابقه. اذا ما بقى لي الا نودعكم، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.